اهلا بكم في حلقة جديدة من دكتور كيدز مع يوسف. النهاردة هنتكلم عن السنة الأولى في حياة الطفل، السنة اللي فيها كل حاجة بتحصل بسرعة، بيكبر، بيتحرك، بيضحك، وبيخوفنا جدا لما يتأخر في حاجة. أنا دكتور يوسف، استشاري طب الأطفال والمتخصص في أمراض تطور الأطفال، وفي الحلقة دي إن شاء الله همشي معاكم شهر بشهر وهنقول إمتى نقول كده تمام وإمتى نقول لأ إحنا محتاجين نطمن. نبدأ بالمرحلة الأولى وهي أول 3 شهور من عمر الطفل. الطبيعي إن الطفل يبتدي يركز على الوشوش، بالذات وش الأم. مع الشهر الثاني حوالي 8 أسابيع من عمره يبتدي يبتسم، بعدها يقدر يرفع راسه شوية وهو نايم على بطنه، ويبدأ يحرك ايديه ورجليه بشكل عشوائي. هنا بقى في المرحلة دي لازم أقلق لو ابني مش بيستجيب ولا للنور ولا للصوت، لو ما بيبصش في عينيك خالص بالذات وقت الرضاعة، لو جسمه ناشف قوي متخشب او مرتخي قوي، لو ابنك ما بيرضعش كويس او لو بيخس. المرحلة اللي بعد كده كبر شوية من 4 ل 6 شهور، الطفل بيبتدي يتقلب من بطنه لظهره والعكس، بيبتدي يضحك بصوت او بيغمغم، بيمد ايده للألعاب، بيتفاعل مع اللي حواليه، يعني تضحك له يضحك لك، ويقدر يرفع جسمه وهو نايم على بطنه. وعلى اخر ال6 شهور المفروض انه يكون بيقعد وهو مسنود، يعني وانت حاطه حاجه ورا ظهره. طب اقلق امتى؟ اقلق لو الطفل ده مش بيحاول يلف، مش بيحاول يتقلب، لو مش بيتواصل معانا بصريا بعينيه، لو مش بيطلع اصوات خالص، او لما بتشيليه بتحس انه بيترمي فجاه كده من غير تحكم في جسمه. كبرنا شوية ودخلنا على مرحلة من 7 شهور ل 9 شهور. هنا المفروض الطفل على نهاية المرحلة دي يكون بيقعد لوحده من غير أي مساعدة. في بعض الأطفال بتبدأ تحبي وتزحف وبعض الأطفال لأ، دي مش علامة ضرورية في نمو الطفل. الطفل بعد ما كان المرحلة اللي فاتت لو تفتكروا بيمد ايده للألعاب، هنا بقى يبتدي ينقل الألعاب من ايد لإيد، وبعدها يبدأ يحط الحاجات دي في بقه اللي بنسميه الماوثينج. ممكن يبدأ يقول بعض الأصوات اللي شبه ماما بابا، ولكن بتبقى عشوائية ومش شرط إنه يكون قاصد بيها شخص معين. ومهمة جدا العلامة دي إن ابنك يبتدي يستجيب لاسمه. في المرحلة دي لازم أقلق لو ابني ما بيقعدش غير وهو مسنون، أو لو ما بيستخدمش إيده كويس، أو لو مش بيطلع أي أصوات أو استجابات، أو ودي علامة مهمة جدا لو مش بيلاحظ وجودك أو غيابك. من 10 ل 12 شهر كل سنة وانتم طيبين، داخلين على عيد الميلاد الأول بتاع الطفل، وهنا بقى الطفل يبتدي يبهرنا فعلا، بيقف بمساعدة أو من غير مساعدة، وبيبتدي يمشي حتى لو ما كانش بيحبي قبليها، يبتدي يستخدم إشارات زي باي باي أو نو، بيقول كلمتين واضحين، كلمتين طبعا مش مع بعض في جملة واحدة، ولكن بيقول كلمتين واضحين، بيحاول يمد إيده للأكل وياكل بإيده، ويبتدي يفهم الأوامر البسيطة زي تعالى، لأ، فين. هنا لازم أقلق لو ابني ما بيقفش حتى بالمساعدة، أو لو مش بيحاول يقلدنا، أو لو ما بيصدرش أي كلمات خالص، لو في عزلة مع نفسه ومش بيتفاعل مع اللي حواليه، لو مش بيحب الحضن أو التلامس، ودي علامة مهمة. هنا عايز أقول نقطة مهمة جدا، مش كل طفل زي التاني، وفي أطفال بتتأخر شوية ولكن بعدها بترجع تسبق. إنما لو في تأخر واضح في أكتر من حاجة مع بعض، أو حاجة من العلامات اللي جاية اللي هقولك عليها دي، يبقى لازم نعرضه على متخصص فورا. لو في فقدان مهارة كان بيتقنها، يعني لو ابنك كان اتعلم حاجة وبدأ يعملها وعرف يعملها وبعد كده بطل يعملها، دي علامة خطيرة جدا. لو الطفل عنده خمول شديد ومش مهتم انه يعمل الحاجات اللي الأطفال المفروض بتعملها في السن ده، او لو عنده نوبات بكاء غريبة، كل دي علامات تقولك لا، في حاجة مش صح، لازم اخد ابني للدكتور. السنة الاولى في عمر الطفل دي سنة مهمة جدا، والتطور اللي بيحصل فيها تطور سريع ومحتاج مننا ملاحظة كويسة جدا عشان نلقط بدري اي علامة من علامات الخطأ. لو الحلقة دي عجبتكم او فادتكم، شاركوها مع حد يكون عنده طفل في السن ده، واكتبوا لي في الكومنتات ايه اول حاجة ابنكم او بنتكم عملوها قبل الميعاد بتاعها وكنتم فخورين بيه. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان توصلكم الحلقات بتاعتنا اول باول. انا دكتور يوسف ودي قناة دكتور كيدز، اشوفكم على خير.